السلام عليكم. بعد الانتهاء من قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي جرت في أبيجان بكوت ديفوار يوم الخميس، والتي ستقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهر جوان وجويلية عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. تم الحصول على برنامج وتواريخ مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا والمنتخب الجزائري، والتي جاءت على النحو التالي: حيث تم حصولنا على مواعيد وتواريخ مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا والمنتخب الجزائري، حيث ستقام الجولة الأولى والثانية من في الفترة الممتدة بين 13 إلى 21 نوفمبر 2023، حيث سيستقبل المنتخب الوطني الجزائري منتخب الصومال. أما وبعد ذلك سينتقل الفريق الوطني إلى غينيا لإجراء المقابلة الثانية. أما الجولة الثالثة والرابعة فستكون في الفترة الممتدة بين 3 إلى 11 جوان 2024، حيث سيستقبل الفريق الوطني الجزائري منتخب بوتسوانا، ثم يشد الرحال إلى الموزمبيق لإجراء المباراة الرابعة. أما الجولة الخامسة والسادسة فستكون في الفترة الممتدة بين 17 إلى 25 مارس 2025، حيث سيستقبل المنتخب الجزائري فريق أوغندا، ثم ينتقل بعد ذلك لإجراء المباراة السادسة إلى أوغندا. أما الجولة السابعة والثامنة فستكون في الفترة الممتدة بين 1 إلى 9 سبتمبر 2025، حيث سيستقبل المنتخب الوطني الجزائري منتخب الموزمبيق، ثم ينتقل إلى بوتسوانا لإجراء المباراة الثامنة. أما الجولة التاسعة والعاشرة الأخيرة فستكون في الفترة الممتدة بين 6 و14 أكتوبر 2025، حيث سيسافر المنتخب الوطني الجزائري إلى الصومال لإجراء المباراة التاسعة، ثم في الأخير سيستقبل المنتخب الوطني الجزائري منتخب غينيا. أما مباريات الملحق الإفريقي بين أفضل 4 فرق تحتل المرتبة الثانية فستكون في الفترة الممتدة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025. أما مباراة الملحق العالمي فستكون في الفترة الممتدة بين 23 إلى 31 مارس 2026، وستتخللهما مباراتان وديتان تحضيرا لكأس العالم من 1 إلى 9 جوان 2026. أما دورة كأس العام 2026 فستكون في الفترة الممتدة بين 11 جوان إلى 19 يوليو 2026، وحظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري والمنتخبات العربية هذه الدورة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.